السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في واحد سالني بيقول انا نزلت نهائي وكفيل يحول مستحقاتي على البنك وانا خارج المملكه، فازاي اسحب المستحقات بتاعتي، اخد المستحقات بتاعتي؟ فحبيت اجاوبه على السؤال ده، يعني يمكن تعمل بفيديو، يمكن حد تاني يستفاد منه. في عندك 3 طرق بالنسبه عشان تسحب المستحقات بتاعتك. الطريقه الاولانيه وانت في الدوله اللي انت موجود فيها، اول حاجه لازم تجيب برنت خروج نهائي من الجوازات. هتجيبه منين؟ اي حد من مكاتب الخدمات العامه الموجوده قدام الجوازات هيسحب لك تاشيره برنت خروج نهائي. تاني حاجه هتعمل توكيل من الشهر العقاري في الدوله اللي انت فيها، ولو انت في مصر هتعمل توكيل من الشهر العقاري في مصر في مسجل فيه الرقم اللي هتعمله لحد من طرفك، مسجل فيه رقم الجواز والبطاقه المصريه، ومسجل فيه رقم الهويه السعوديه للشخص اللي انت هتعمله التوكيل، وفي نفس التوكيل مسجل فيه رقم البطاقه الشخصيه بتاعتك والجواز المصري بتاعك ورقم الهويه السعوديه اللي انت كنت شغال بيها. وفي نفس التوكيل بتعمل له طبعا التوكيل ده بايداع وسحب واقفال الحساب بتاعك. بعد ما تعمل التوكيل ده هتوثقه من الخارجيه السعوديه، وبعدين السفاره من الخارجيه المصريه، وبعدين من السفاره السعوديه، وبعد كده ترسله لصاحبك يوثقه من الخارجيه السعوديه في المملكه العربيه السعوديه، وبعد كده يراجع به البنك ويقدر يسحب الفلوس بتاعتك، يسحب مستحقاتك. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه، في بنوك بتعامل معاها عن طريق الايميلات بتاعتها زي بنك الاهلي وبنك الرقحي. بيكون معاك الاوراق بتاعتك، ملفات PDF كلها زي برنت تاشيره الخروج النهائي وجواز السفر بصوره جواز السفر بتاعك والهويه السعوديه، وخطاب بنكي من مصر موضح فيه رقم الحساب وعملة الحساب بتاعك مختوم من البنك، وخطاب تاني بطلب تحويل قيمة المستحقات بتاعتك من الحساب بتاعك في بنك الرجحي وعليه توقيع الحساب بتاعك في البنك. وطبعا معاه مرفق صورة الإقامة بتاعتك صورة الإقامة وصورة الجواز، كلها PDF، وتبعتها بإيميل، وخلال 3 أيام إن شاء الله بيردوا عليك ويحول لك المستحقات على الحساب اللي أنت سجلت لهم في الخطاب. الحاجة الثالثة، ممكن بقى تعمل حاجة ومكلفة، ان انت تيجي تراجع بنفسك، حد يعمل لك زيارة شخصية وتسافر وتخلص اجراءاتك، ومعاك برضو نفس الاوراق لازم تكون موجودة معاك، وتراجع بها البنك وتخلص اجراءاتك بنفسك. بس انا شايف ان دي طريقة صعبة شوية ومكلفة. بس فاللي يشوف الفيديو اعمل شير لاي حد من اصحابك يمكن يستفيد من الفيديو ده. بس ما تنساش تحط قلب. اشوفك على خير. سلام.